ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. ارسنال النهارده بيفوز على فولهام وثلاث نقط مهمين جدا جدا في مسابقه الدوري علشان نستعيد الصداره، وبنكسر بيها اخيرا اللعنه بتاعه ملعب فولهام، ملعب الكريفن كوتج، علشان اخيرا نكسر اللعنه بتاعه الملعب ده اللي بقالنا موسمين مش عارفين نكسب عليه، ولعنه ماركو سيلفا. والحمد لله يبقى كده لحد دلوقتي في الموسم انت كاسر لعنه نيوكاسل بره ارضك، وكاسر لعنه ويست هام في ارضك، وكسرت لعنه فولهام بره ارضك. ناقصك بقى ان شاء الله تكسر اللعنه بتاعه استون فيلا في ارضك ان شاء الله، ولما نروح الاتحاد نكسب هناك برضه. انما يا جماعه يعني بصراحه كده في كام نقطه انا عايز اتكلم عليهم في ماتش النهارده. اولا ثلاث نقط مهمين جدا وكل حاجه ومكسب والكلام ده كله. انما برضه يا جماعه احنا الماتشات دي مش هيفضل ينفع يعني ان احنا نقعد نصعبها على نفسنا على طول كده. انت لحد دلوقتي يعني الاداء مش مقنع قوي 100%، خلينا متفقين على كده لحد دلوقتي. يعني لو هقيم الموسم ككل كاداء، انت ما لعبتش كوره قوي غير في الماتش بتاع نيوكاسل. انما غير كده لو هتتكلم اداء، انت لسه مش هو ده اللي احنا مستنيينه، او مش هو ده الاداء اللي الجمهور مستنيه او الاقناع اللي الجمهور مستنيه. حلو جدا ومهم جدا ان انت تكسب وانت مش كويس، وده اللي احنا عملناه النهارده، ان احنا عرفنا ان احنا نطلع بثلاث نقط من ملعب ما بنكسبش فيه بقالنا موسمين واحنا مش كويسين، ودي حاجه مهمه وحاجه جميله جدا. انما برضو احنا محتاجين او عايزين نشوف الاداء بيتحسن اكتر من كده، لان انت عندك عناصر في الفرقه تخليك تلعب كوره احسن من كده او تلعب باداء احسن من كده. مش هينفع الماتشات الصغيره دي اللي هي، خد بالك الماتشات دي هي اللي ضيعت منك الدوري بشكل كبير قوي. الموسم اللي فات انت متعادل 14 ماتش، يعني من 32 من 38 ماتش انت بتلعبهم في الدوري انت في 14 تعادل، منهم بقى التعادلات اللي احنا ايه قدام الفرق الجميله اللي انتوا عارفينها دي، كنا بنروح نضيع بالنقطتين كل ماتش عادي جدا على ارضنا وعلى بره ارضنا بالمناسبه. فانت الماتشات دي اللي هي جاي منها كتير لان انت خلصت ماتشاتك الصعبه جزء كبير منها في الاول، انت محتاج ان انت تخلص في الاول. خلص بقى يا عم في اول شوط، خلص في الشوط التاني، هات الجوان. اما تجيب جون وتلاقي نفسك راكب، دوس ان انت تجيب الجون التاني، ما تقعدش تخاف تدافع. يعني مثلا التغييره بتاعت ميرينو بايزي دي انا النهارده ما فهمتهاش. يعني انا مش فاهم انت ليه لما جبنا جون قمت شايل ايزي ومنزل لي ميكل ميرينو تاني في نص الملعب. لا، يعني نزل نوانيري، اعمل شويه يعني تدعيمات تخلينا ان احنا نجيب التاني ونخلص، لان مش كل مره على فكره انت هتعرف تطلع بالواحد صفر وتامنها. في مليون الف حاجه ممكن تحصل غلط وتخلي الفريق التاني يتعادل ويرجع في الماتش. منهم بقى ظلم تحكيم اللي حاول ان هو النهارده كذا مره يظلمك ومعرفش ويضيع منك الماتش، منهم بقى كرة ثابته تخش فيك جون، كرة طوليه تخش فيك جون، دربكه، اي حاجه. انما انا النهارده مثلا التغييره بتاعت ميرينو لما نزل مكان ايزي دي انا ما فهمتهاش ومش ما فهمتش ارتيتا عملها ليه. انت المفروض ان انت كنت تدوس اكتر وتامن الماتش. تمام. فانا الحاجات دي يا جماعه هي اللي انا بتكلم فيها، ان انت يعني برضو هنفضل كده ايه في شويه جبن انا مش عارفه. يعني انت لعيب زي نوانيري ده انت بتقتل موهبته، بتقتل موهبه نوانيري ده. يعني احنا في اول الموسم هو ارتيتا طلع قال نوانيري احنا شايفينه كرقم 10 اكتر. حلو جدا. ادي انت عندك اتنين رقم 10 في الفرقه، اوديجارد وايزي. اوديجارد اتصاب، ليه ما تلعبش ايزي شمال وحط لي نوانيري رقم 10؟ العب هجوم، هاجم، اخلق فرص، العب كوره انسيابيه، العب كوره فيها بساطه، العب. عايزين نلعب كوره يا جدعان، عايزين نلعب كوره، مش كل ماتش كده هنخش نحسس. احنا برضو الماتش بتاع ويست هام ما كناش مقنعين، خلينا بنتكلم بمنتهى الامانه. ماتش بتاع ويست هام بتاع البينالتي والجون اللي مش عارف ايه ده مش مقنعين احنا فيه. فبرضو يعني لازم نتكلم كده الواحد يقول اللي ليه واللي عليه. انت لازم تلعب كره هجوميه اكتر من كده. انا بصراحه يعني نوانيري ولويس كيلي دول من اكتر اللعيبه اللي موهوبه عندنا في الفرقه، ولويس كيلي من احسن اللعيبه في الفرقه الموسم اللي فات. انا مش موافق كمشجع ومش عاجبني ان هم يعني يحنطوا على الدكه، بالذات نوانيري ارتيتا مشخصنها معاه بزياده يا جدعان، ما بيدلوش دقايق. محدش يقنعني ان نوانيري مش كويس. اظن نوانيري لما الموسم اللي فات شفناه في كام ماتش، شفنا هو عامل ازاي كويس قوي، شفنا هو عامل ازاي كويس قوي. والجوان اللي جابها بقى سواء كنا لما كنا بنلعب جرينادا او لما كنا بنلعب مش فاكر جنوا ولا جرينادا ولا حاجه كده في الشامبيونز ليج، او الجون اللي جابه في مانشستر سيتي وخلق الفرص اللي هو بيعمله، الواد جامد واحنا عارفين انه جامد. لويس كيلي مش لازم لويس كيلي علشان يلعب ماتش ويبدا ماتش يكون كالافيوري اتصاب. انت مش لازم تستنى ان كالافيوري يتصاب عشان تبدا بسكيلي، انت ممكن تعمل الروتيشن من دلوقتي. انما مش ممكن حاله الغضب اللي على نوانيري دي يا جماعه. الواد يعني من المواهب الحلوه جدا. يعني انت لما بيبقى في فرقه عندها لعيب بيعمل حاجه مختلفه وبيعدي ويلاقي لك حلول بتصدق وبتمسك فيه. احنا منيمينه على الدكه وليه؟
وليه تنيمه على الدكه؟ ابدا بيه الماتشات دي، اديله دقايق في الماتشات دي، خش هو يعمل لك حل، يجيب لك جون، يعمل لك اسيست. مش تنزل لي ميرينو مكان ايزي وانت كسبان 1-0 عشان تامن. كان ممكن عادي جدا نلبس. انما ده انا بقوله لكم ليه؟ علشان ده مثل من الامثله اللي انا ببقى بعاتب على ارتيتا عليها، ان هو بيخاف بزياده، او ساعات بيبقى عايز ان هو ما يخسرش اكتر ما هو عاوز ان هو يكسب. ودي صراحة يعني مش حاجة من سيمة او من صفات الفرق اللي بتاخد بطولات كبيرة وبطولات الدوري. اتمنى انها تتغير يعني. الحاجة التانية اللي انا عايز اتكلم فيها هي فيكتور يوكريش. يا جماعة انا عارف مش ده اللي احنا كنا مستنيينه من يوكريش لحد دلوقتي، مش ده اللي احنا كنا متوقعينه كلنا والكلام ده كله. انما انا ضد الناس اللي طالعة. في ناس كده عندنا في الجمهور بتوع الاجندات، الناس اللي هم الاجندات بتاعت اوديجارد والاجندات بتاعت هافرتس والاجندات، هم من الاول عاوزين مستنيين ان يوكريش يلعب له ماتشين كده ما يجيبش فيهم اجوان عشان يطلعوا يزعقوا. وده اللي هو حصل لحد دلوقتي. يوكريش انا معاك ان هو مثلا النهارده جاله كوره انا كنت مستني ان هو يخلصها ويحطها جون 100%، وهو جاي علشان الكور اللي زي دي. انما انت عايز تحط في خانه صفقه فاشله ومش نافع. وده في ناس طالعه بتقول نبيعه في يناير. يا جماعه انتوا عبط يا جدعان. مش ممكن الناس اللي بتقول كده بجد ما بتفهمش حاجه. يعني ايه نروح نبيعه في يناير دلوقتي وعايزين يحكموا عليه بالفشل؟ هو كل حاجه. طب انت دلوقتي اللعيبه اللي الناس كانت بتقول عايزاها على يوكريش كانت مين؟ مش كانوا سيسكو وايساك؟ طب سيسكو وايساك عاملين ايه؟ ايساك اللي هو احسن مهاجم في البريمير ليج الموسم اللي فات جايب جون واحد بس مع ليفربول لحد دلوقتي في الكاراباو كاب. سيسكو يعني عامل ايه مع مانشستر يونايتد؟ جايب جونين او حاجه كده. طب اداء سيسكو عامل ايه مع اليونايتد؟ اداء ايساك عامل ايه؟ هو ايساك ما بيضيعش مع ليفربول؟ هو سيسكو ما بيضيعش مع ليفربول؟ طب احنا اصلا بنوصل فرص كافيه ليوكريش علشان تحكم عليه وتقول لي فاشل؟ هافرتس كان بيوصل له كور كتير جدا الموسم اللي فات واللي قبله وبيضيعها، ويجي يحط الكوره بدماغه يقوم حاططها بكتفه بالغلط، والقرف والمهزله دي كلها اللي انتوا عارفينها. الناس ما كانتش بتتكلم ليه؟ ولا هو علشان اي اجنده وخلاص؟ وبعدين يوكريش بيعمل حاجات كتيره جدا في الملعب، بيفضي مساحه لساكا كبيره جدا. ودي حاجه مهمه لان ساكا كان دايما عندك من اللعيبه المخنوقه واللعيبه الممسوكه بثلاث اربع لعيبه من الفرقه اللي احنا بنلعبها. يوكريش دلوقتي عشان بقى بيسحب معاه دايما مدافع او مدافعين، في مساحه بتتفضل ساكا. وعشان كده احنا شفنا النهارده ساكا بيأدي واحد من احسن ماتشاته في الموسم لحد دلوقتي. يوكريتش الثنائيات كتير جدا بيكسبها، يوكريتش بدنيا في الالتحامات كتير جدا بيكسبها، وادواره التكتيكيه. احنا مش بنلعب على نقط القوه بتاعت يوكريش خالص، وانا لسه عند كلامي. احنا مش بنلعب على نقط قوته. شوفوا الاجوان اللي يوكريش كان بيجيبها مع سبورتنج، وشوفوا ال الطريقه اللي هو بيلعب بيها بارسنال ارتيتا مديله ادوار دفاعيه، اضغط يا ابني على هناك. انت هتلاقي دايما يوكريش قاعد بيجري يمين شمال يمين شمال. الجونين او الثلاث اجوان اللي هو جابهم معانا لو مش هحسب جون البينالتي يعني، كانوا ايه؟ جون ادينا له الكره في مساحه، وجون هو واقف في ال 18 ايزي قام مديها له قام مخلص. هو ده لعيب انت المفروض تحطه في ال 18 وتلعب عليه، تشوف ازاي هتخلق له فرص، تشوف انما انت اصلا ما بتلعبش كوره هجوميه، تشوف ازاي هتلعب له كروسات، هتلعب له ثروهات، هتعمل له حلول. انما فين الكوره الهجوميه اللي احنا بنلعبها؟ فين النص الملعب اللي بيعرف يطلع له الكوره كويس؟ فين الثروهات اللي البلاي ميكر اللي بيعملوا ثروهات كويسه؟ فين الكلام ده كله؟ فين الباكين اللي بيعملوا له عرضيات حلوه؟ يعني تمبر هجوميا ضعيف جدا. تمبر يعني دفاعيا كويس وعلى راسي وراجل كل حاجه، انما تمبر هجوميا مش بيقدم لنا اي حاجه. عرضيات كالافيوري فين اللي بتوصل له؟ الكلام ده كله مش موجود. الكلام ده كله مش موجود. انما لما الاقي ان هو مثلا بيضيع كل ماتش 3 4 فرص بقول لك ماشي، انما هو بيوصل له كام فرصه في الماتش؟ واداؤه غير الفرص اللي بتوصل له عامل ازاي؟ ما هو ليه ادوار برده تكتيكيه. انا مش شايف ان هو عامل ماتش بشع النهارده خالص برده، بالرغم من ان هو ما جابش جوان. واللعيبه التانية اللي الناس كانت زايطه عليها جوانها عامله ازاي يعني. انا مش شايف ان ايساك ماشي مهدف ولا سيسكو ماشي مهدف خالص يعني. فالموضوع بصراحه برده يا جدعان يعني انا شايف ان هو unfair جدا ساعات اللي بيحصل ليوكريش ده. مش يعني في ناس عايزه تقطع فيه لمجرد بس انها عايزه تثبت وجهه نظر اكتر من مصلحه الفرقه واكتر ما يقولوا كلمه حق، وفي ناس عايزه تشمت فينا وعايزه يطلعوا ان هو لعيب فاشل. مستحيل لعيب جايب حاجه و50 جون او 60 جون يبقى لعيب فاشل. تمام. ممكن تقول لي مثلا لسه مش عارف يتاقلم على البريمير ليج، اصدقك واسمعك. ممكن تقول لي مثلا مستواه لسه مش بريمير ليج ليفل لحد دلوقتي، ماشي اسمعك. انما الناس عايزه بتقول ان هو بطيخه ونبيعه في يناير والكلام ده. يا جماعه شويه عقل والنبي. احنا اصلا من اول الموسم مش بنلعب كوره حلوه قوي يعني. احنا بنكسب ودي حاجه كويسه جدا، ودفاعنا صلب جدا ودي حاجه كويسه.
فنتكلم برضو بس بالعقل وندي الواد فرصه ونشوف احنا اصلا نبتدي نتحسن في الاداء كفرقه هجوميه اصلا. حاجه كمان برضو استغربتها جدا، ان من يومين ارني سلوت طلع في مؤتمر صحفي وبيقول لك انا الفريق اللي هو الاول على الدوري 60% من اجوانه كور ثابته وانا مش بعيد عنه قوي وكده. هو جو التلقيح الرخيص ده هيخلص امتى بقى يا جدعان؟ هو جو تعليق الفشل على اللي فوقيك او على اللي قدامك وان انت عايز تقلل من نجاحه ده. يعني انا دلوقتي مش فاهم، احنا يا عم 60% من جوانا كور ثابته وبعد النهارده بقوا 70%، عايز ايه يعني؟ انا مش فاهم. كنت فاكر ان كلوب ومورينيو اكتر اتنين مدربين ما بيعرفوش يخسروا وما بيعرفوش يتكتموا ويطلعوا يتكلموا ويخبطوا في كل فرقه، طلع ده ارخم منهم هما الاتنين. حاجه في منتهى السخافه. طب انت ليه ما تركزش مثلا ان انا من اقوى الدفاعات في البريمير ليج وفي اوروبا لحد دلوقتي، انا داخل فيها 3 اجوان بس في كل المسابقات، في الدوري في الشامبيونز ليج، منهم جونين من كره ثابته، الجون بتاع سوبوزلاي الفاول والجون الكورنر بتاع نيوكاسل. هو الجون بتاع هالاند بس هو اللي دخل فيها من اللعب مفتوح. طب ما دي حاجه تحسب لي ان انا الفرقه مش عارفه تدخل فيها جوان، ولا انت ليه مركز بس ان انا بعرف اجيب جوان من كور ثابته؟ ويا سيدي هو الكور الثابته دي مش جزء من اللعبه، ولا انا المفروض ما اجيبهاش؟ طب ما لو سهله ما تجيب منها جوان. هو انا ذنبي ان انا دي حاجه انا كويس فيها وبعرف اخلص نفسي بيها لما بقى مش عارف اجيب جوان؟ ده حاجه غريبه جدا. ده حاجه غريبه. هو انا ذنبي ان انا عندي مدرب بره واقف بيعرف يعمل لي خطط في الكور الثابته كويس، او مدرب كور ثابته كويس؟ حاجه في منتهى الغرابه وفي منتهى السخافه. وفي منتهى السخافه. ده احنا حتى النهارده التحكيم حاول مرتين يخزوقنا ما عرفش. كان في كوره المفروض بينالتي ساكا، محدش يقول لي لعب الكوره، لعب الكوره بعد ما فشخ رجل ساكا في الاول، وكوره تانية هاند بول برضو انا مش فاهم يعني ما اتحسبتش ليه. فانا الموضوع برضو بالنسبه لي، انت عرفت تكسب في ملعب عامل لك عقده، في قرارات تحكيميه كانت ضدك، مش في احسن حالاتك وكسبت. ما تطلعش بقى انت لما تبقى خسران 3 ماتشات ورا بعض كمدرب وتقعد تتكلم على الفرقه الثانيه انها قاعده بتكسب بكور ثابته. انت مالك يا اخي؟ ما تركز في فرقتك يا عم. ما تركز في ال3 ماتشات اللي انت قاعد بتخسرهم ورا بعض في الشامبيونز ليج والماتشين اللي في الدوري اللي انت قاعد بتخسرهم من كريستال بالاس ومن تشيلسي. ده غريب جدا وفي منتهى الرخامه. مهم يا جدعان، يعني ايا كان الموضوع في الاول وفي الاخر مبروك ال3 نقط، و3 نقط مهمين وكويسين. الاداء لحد دلوقتي مش ماتش النهارده بس، من اول الموسم هو مش احسن حاجه، وماتش النهارده ما كانش كويس خالص. ممكن لسه اللعيبه راجعه من التوقف الدولي ومن الانترناشونال بريك، مش جاهزين مش مسنكين الكلام ده كله. عندنا ماتش مهم قوي مع اتلتيكو مدريد هيبين حاجات كتيره قوي، فريق تقيل وفريق صعب وفريق رخم في ارضك. لو عرفنا نكسب هتبقى حاجه ايجابيه قوي قوي قوي. اتمنى ان احنا نبدا نشوف شويه يعني لعب ايجابي، نشوف نوانيري اكتر، نشوف لعيبه زي سكيلي بتلعب اكتر، نشوف لعب دايركت على الجون، مش كل حاجه خوف وحرص. البطولات الكبيره ما بتتاخدش بالخوف، بتتاخد بالجرأه، بتتاخد بالهجوم. الماتشات الصغيره دي لازم تموتها وتخلصها من الاول، مش كل ماتش كده لازم يبقى معقرب ولازم بطلوع الروح 1-0 وكده. اتمنى ان الكلام ده يتحسن ان شاء الله. انما نفرح ان احنا خدنا ال3 نقط. بالراحه شويه على الصفقات الجديده يا جدعان، ما انا ممكن نقطع في اي صفقه جديده، انما نديلهم بس وقت ونحكم على الصفقات بعقل وبدماغ. واشوفكم الفيديو الجاي.